ازيكم؟ النهارده حلقه جديده من برنامج اخبارك عندي. وبمناسبه فوز الارجنتين بكاس العالم وبالاخص ميسي، حابب اتكلم معاكم شويه عن ميسي. هل هو صهيوني فعلا ولا ايه الحكايه؟ والحقيقه مع كل فرحه بميسي من جمهوره بيترد عليهم بثلاث صور. الاولى صوره ميسي وهو في اسرائيل، والتانيه تبرع ميسي لاسرائيل بمليون دولار، والتالته صوره لميسي وهو بيرفع التيشيرت وعليها نجمه داوود وكلام عن دعم اسرائيل. فخلينا نوضح واحده واحده، وكمل معايا عشان تعرف الموضوع عن ايه. صورة ميسي في إسرائيل وهو لابس الطاقية عند حائط المبكى هي فعلا حقيقية. ميسي راح هناك مرتين، الأولى في سنة 2013 مع فريق برشلونة وطلعت ليه الصورة الشهيرة بالطاقية، والمرة التانية سنة 2018 قبل كاس العالم واستعداد لكاس العالم، ومباراة كانت بين المنتخبين في 9 يونيو 2018. والتواصل بتاع المباراة تم عن طريق والد ميسي ووكيل أعماله، وكان الكلام إن إسرائيل وشها حلو على منتخب الأرجنتين. ليه؟ لأن سنة 86 قبل مشاركة الأرجنتين باللقب لعبوا مع إسرائيل وديا وفازوا باللقب، وفي سنة 90 لعبوا وديا مع إسرائيل ووصلوا للنهائي بس خسروا قدام ألمانيا. فمنتخب الأرجنتين بيتفائل بإسرائيل اللي هو يزن ما اخترت، لكن مباراة سنة 2018 اتلغت. بس ليه؟ خليني أقول لك الحقيقة إن الموضوع ملوش علاقة برفض ميسي زي ما اتقال، لأن مدربه أعلن إنه هيشارك. الموضوع ليه علاقة بقضية فساد في بيع التذاكر، وطلع بعد كده قال هيجون إن ميسي هو اللي ضغط ان المباراه ما تتلعبش. ولكن لكلام هيجوين نفسه، قال ان القرار النهائي اتخذ بعد ما سالنا ميسي كيف لنا ان نلعب ببال هادئ في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من الفلسطينيين، والله اعلم بالحقيقه. ساعتها كان ميسي متعاقد مع شركه هواتف اسرائيليه بيعمل لهم دعايه بمبلغ محترم، يعني كمان الموضوع بيزنس. طيب وصورة الطاقية، خليني اقول لك ان الموضوع اصلا في الاراضي المحتله بيتسوق بره ازاي. يعني العالم بره بيشوف الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين ازاي. نسبة كبيرة من الغرب بيبص للموضوع على ان اسرائيل دولة امنة وفلسطين هي الارهابية اللي بتموتهم. الاعلام بينجح اللي يوصل ده، والله زي ما بقول لك كده. وميسي اصلا مسيحي مش صهيوني ولا يهودي. اما موضوع الطاقية فدي مش علشان هو يهودي، لا دي حاجة كده زي ما يكون سائحة بتروح تزور الازهر فبتلبس طرحة. هل هي كده بقت مسلمة سنية وبتدعم مشروع الازهر قادم؟ لا، هو نوع من احترام ومشاركة المشاعر الدينية ليس الا. النقطة التانية، هل تبرع ميسي لإسرائيل بمليون دولار؟ قولا واحدا، لا ما حصلش. ده كلام اهبل وهو نفسه نفاه. وقال نصا إسرائيل دولة من أغنى الدول، علشان كده أفضل التبرع للمستشفيات والتعليم في الأرجنتين. النقطة التالتة، هل ميسي رفع التيشيرت علشان يدعم ثلاثة إسرائيليين لقوهم مقتولين ومكتوب في الصورة المنشورة عودوا إلى البيت نجمة داوود؟ وأسماء الثلاثة دول إيه؟ جلعاد شاعر ونفتالي فرانكل وإيال يفراح. ودول ثلاث شبان إسرائيليين اتخطفوا جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة ولقوهم مقتولين. طيب ده برضو ما حصلش. الصورة ملعوب فيها بالفوتوشوب، وماتشات ميسي موجودة كلها على اليوتيوب تقدر تخش تشوفها، ومش موجودة من القرن اللي فات. المباراة دي رفع فيها شعار عم يكون بخير، وقال بعد كده ان دي صورة لدعم عمه علشان ابو عمه مات ليس الا. طب انت بتدافع عنه ليه؟ يعني انت تفتكر ان ميسي محتاج ان ادافع عنه؟ يعني ميسي اللي هو ميديا ماشية على الارض ده محتاج ان ادافع عنه؟ ميسي لما بيبكي في منديل تمن المنديل ده بيشتري شارعين من اللي انا ساكن فيهم. انا بقول لك الحقيقة، هو مش بس زار اسرائيل، لا ده كمان قابل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الاسرائيلي الاسبق شمون بيريز، زي ما محمد صلاح كده قابل رمضان قديروف اللي هو بالنسبة لناس كتير في العالم ارهابي ومطلوب في قضايا. انا بقول لك الحقيقة وانت احكم بنفسك، حب تكره اعمل اللي انت عايزه. نقطة اضافية، ميسي ورونالدو واي حد من المشاهير بيبقى له وكالة اعلانية وليه سعر. يعني مصر عايزاه يدعم السياحة ماشي، السعودية عايزاه يروج لكتف تركي آل الشيخ وماله. يا عم ميسي لو معاك عربية عرقسوس وعايز تعمل لها دعاية وهتدفع اجرته ما عندوش مشكلة. الموضوع كله بيزنس، وبيزنس كبير قوي 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 فوق مخيلتك ومخيلتي. ورونالدو نفسه شارك في حملة توعية اطلقتها منظمة نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية علشان يحس الناس على ضرورة التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة المرضى والجرحى في إسرائيل. وفي الآخر مبروك للأرجنتين. وعلى فكرة أنا ما بشجعش ميسي ولا رونالدو، وما كنتش بشجع الأرجنتين ولا فرنسا، وطبعا كلنا عارفين ليه أنا ما بشجعش فرنسا بالذات. ما تنساش اللايك والشير والدعم على يوتيوب.